ركنيه امامنا هنا لمنتخب الجابون. الكرات العاليه عدت من حسام عبد المجيد، عدت من حسام، 3 ركنيات مقابل ركنيه. منتخب الجابون كره تصل على طول امامنا هنا اللي بيكمل لاعب ليبي، كره عرضيه خطره لكن يطلع حمزه علاء، يطلع حمزه علاء، تبقى هجمه منتخب الجابون اللي بيحاول. منتخب الجابوني مشوار ابراهيم عادل ومعاه اللاعب بومبونجي، لكن تمريره البينيه حسام عامل مباريات مميزه جدا. الكره القويه التسديده الخاطفه المره دي، سدد كتير محمود صابر لكن اللمسه الاخيره. محمود صابر سجل هدف على فكره مع بيراميدز هذا الموسم، كان في مرمى نادي البنك الاهلي. بص كره حلوه اتسددت حلوه قوي فيها فكره. شوف هنا واحده من الكرات برضو اللي ممكن عصام فيصل يعمل ضغط وشفناه في مباراه مالي يضغط ضغط عالي امامنا. والله كان هيغلط بيكلي لكن فرصه عصام فيصل هو اللي حقيقه ضغط بشكل مميز. ممكن نستثمر مثل هذه الامور في مرحله جمع اللي حاليا على مستوى الاعاره لنادي سموحه. لاعب الاساسي العنصر الاساسي الموجود، وفاول على محمود جهاد، فاول على جهاد. طبعا البعثه المصريه الموجوده. العوده كانت في 84 و92 جيل هيثم فاروق، وجيل كان مميز، وايضا 2012 وايضا 2020. طبعا ربع نهائي 84، وايضا كان ربع نهائي امام كان فرنسا في 84، وايضا كان امام منذهم خبره حتى على مستوى المشاركات الافريقيه كان مع نادي الزمالك قبل الانقاذ بلمسه. تنزيده كانت حلوه الحقيقه من محمود صابر، وهو المره دي في فاول على عصام فيصل، عصام فيصل برضه من اللعيبه اللي لعبت مع المنتخب الاول كان في كاس العرب، يعني طبعا بتشكيله كانت من خلال طبعا جيريمي موسونجو. تحرك اويانو في الجانب النهارده التلاحم مش موجود. ادي الترتيب الحالي، يبقى التعادل السلبي في هذه المباراه. خطيره كره يقطع جهاد ثاني مالي في المركز الثالث على طول، خطيره سجل اللقطه اللي فاتت. ادي الكوره عدى، بص هنا عدى من حسام عبد المجيد، لكن يا ولد حمزه علاء الكلين شيت امامنا ان شاء الله في المباراه الثالثه لحمزه علاء. بص الكوره خطيره جدا من جانب اللاعب بطوطي، ورائع حمزه علاء. وكان في متابعه على فكره في اللقطه اللي فاتت من جانب اللاعب نشري منتخب بشكل رائع. ادي تمريره حلوه بقى المره دي، استلام ومحاوله تسديد، لكن التسديده فين يا محمود يا صابر، فرصه كبيره من إلادن انقذ كوره، لكن المره دي حاتم سكر، حاتم ياخد المصري، وكان سجل هدف على فكره في مرمى بروكسي. احمد جهاد عدى من جهاد، خطيره كوره حذاري من هذه الكرات. يا ولد يا نجم الشوط الاول، يا ولد يا مغربي، محمد مغربي نجم الشوط الاول. كوره اخترق فيها اللاعب سما كنزي امامنا، فرصه كبيره جدا الكوره لكن لازم الحقيقه يعني على طول الكرات اللعب استؤنف. تدخل المره دي احمد نبيل كوك، يكون مجامل لان الاداء المصري مش الاداء المتوقع والمرتقب. انت لازم تحسم امورك. عنده انذار والله راح بص ادى انذار لمبولا، ادى الانذار لمين مبولا، ولكن ده عنده انذار على فكره. اللاعب اللي امامنا هو مبونجي، ده عنده انذار، بيقول له هو اللي شدني. ادي امامنا اللاعب مبونجي حكم اللقاء. شوف القرار ايه، ادى انذار لمبولا، وامامنا هو بيستدعي اللاعب مبونجي اللي عنده انذار قبل كده، وبالتالي هيبقى في طرد للاعب مبونجي. جمله انذارات بالجمله. حكم اللقاء عمر جابون يكمل اللقاء ب10 لاعبين. محمد طارق، هل نستغل ضده؟ حسام عبد المجيد يلعب كرة البينية لكن قافلين، والمرة دي وبراعة حمزة علاء في إنقاذ كرة اللاعب طبعا اللي هو متويتي إيسانجا رقم 6 شال هدف. حسام عبد المجيد النهارده في حالة من عدم التركيز من جانب المنتخب المصري، لأن المنتخب المصري ما حسمش الأمور مبكرة. جار قطة يلعب كرة خطيرة، ابراهيم عادل لسه ابراهيم لو مشي عايز يعملها بكعبه لمحمود صابر. واحدة من الكرات التبديلين، وايضا انجونجا لومبت وانجونجا
في وقت بدل ضائع من حكم اللقاء عمر عبد القادر أرتان، حكم انذار. وايضا اللاعب اللي هو طبعا مبولة ايضا خد انذار رقم 4. الشوط الثاني انطلق المنتخب المصري، لابد ان يمحي تماما صورة الشوط الاول، وتدخل قوي من جانب البديل للاعب جون كلود انجونجا. امامنا حكم اللقاء، امامنا هو يبدو في انذار لانجونجا، انذار انجونجا. عندهم حماس كبير قوي الحقيقة. انذار لانجونجا. الشوط الاول للمنتخب المصري بدا طبعا التزام بادوار هجوميه. علي زعزع يلعبها حلو قوي. اسامه فيصل فين يا اسامه؟ فين يا اسامه؟ امامنا كوره، امامنا المنتخب المصري بقى محتاج ايه؟ محتاج كتير في الشوط الثاني لمحو صوره الاداء في الشوط الاول. كان عندنا لكن هجمه مصريه قد تعيد القمه للمنتخب المصري. ابراهيم عادل ولكن يغطي عيونه. منتخب مالي متقدم، وبالتالي بقى عنده 6 نقاط، هو عنده 3 نقاط قبل انطلاقة هذه الجولة. فازوا على اللقاء الأول، فازوا على بابا نزيلة خطير أمامنا، هو أخطر لاعب وتوغل، ولكن حسام عبد المجيد وركلة تدخل أمامنا من اللاعب جيرمي موسانجو في اللقطة اللي فاتت. جيرمي موسانجو، هل في افار؟ بص موسانجو ربي، ده موسانجو امامنا هو داخل ايه؟ جيرمي موسانجو لعبه حلوه المره دي. علي زعزع استلام، لكن فين يا علي الكوره لسه في الدفاع، لكن لسه ما شفناش حاجه على المرمى. مره ثانيه كوره ابراهيم عادل، يلعبها ابراهيم عادل، لكن الى خارج الملعب. يلعبها ابراهيم عادل في البعيده. بص الكره معموله ما بين محمود صابر وابراهيم عادل، عايز يلعبها يعني بحرفنه، بمعلمه مش بحرفنه. ده لعيب ابراهيم. التسجيل هو الاهم، وفوزنا في المغرب 1-0 في 2011. وكره قويه يا ولد، يا اخيرا محمود صابر ياتي بالقمه للمنتخب المصري. منتخب مصر على قمه المجموعه، واداء محمود بالمنتخب المصري، واللي سجل محمود للجمهور الصابر على هذا الاداء من بدايه المباراه. لكن هدف ياتي اخيرا يسجل محمود صابر. سدد كثيرا محمود صابر. شيء عدى ميسي حلو قوي. ممكن بقى نشوف الاداء اللي احنا منتظرينه، وادي ميسي رسل لمصطفى سعد ميسي. لكن لما اتحرك ابراهيم عادل الحاله تم دراستها، والتشيك كومبليتد انتهى، وركله جزاء إيكالي وأسامة فيصل. التعزيز بهدف ثاني، واعتلاء قمه المجموعه. خلصها أسامة فيصل باقتدار، بهدف مميز جدا في اللقطة اللي فاتت من ركلة جزاء. ادي امامنا وائل رياض شيتوس، والفرحة والسعادة بهدف جديد هنا عن طريق أسامة فيصل، اللي بيسجل مع المنتخب الأولمبي المصري انتصار وفوز مهم، وفوز. برناردو سيلفا، كريم بنزيما، محمد صلاح يحاول أن يسدد الكرة من هنا. الله على الكرة، هدف لأرسنال. يفهم كرة القدم جيدا، توقع الكرة واستحق أن يسجل هذا الهدف. قرأ الموقف بشكل سليم، ردة فعل سريعة جعلته يسجل هذه الكرة. الأمر لم يكن مصادفة بصراحة، ذكاء هو عامل حسم في مثل هذه المواقف. الكرة القريبة لكنها لم تسجل، وللأسف في كرة القدم لا مجال لاحتساب الكرات السانحة للتسجيل. تدخل حاسم لقطع الكرة.